السلام عليكم. في منطقة البريقة يكلمني أحدهم عن حادثة غريبة جدا. ملتزم، ربما الصف الأول، ربما اللحية في وجهه، لكن مع ذلك هذا الملتزم ماذا يعمل؟ إذا ذهب إلى المنزل سب أمه وأبيه وركل إخوته وهو في الصف الأول. أين التزامك؟ أين عبادتك؟ في خارج المنزل مؤدب وأخلاق، ابتسامة، سيلفي مع أصحابه وأحبابه، ولائم عشاء أو غداء أو فطور. أما في البيت فكلب عقور، أسد، يعني يهجم على أهله، صياح، سب، شتم. وكذلك شخص آخر في منطقتنا الحبيبة في البريقة يحدثني أحدهم بذيء اللسان على أمه كبيرة في السن. أين الأخلاق؟ تأدبوا، قليلين أدب مع احترامي لهم. فين الأخلاق؟ النبي عليه السلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام أيها يا قليلين الأدب مع احترامي لكم. لولا الخشية من الفتنة لا ذكرت أسماءهم، لكن بإذن الله سوف أذكر أسماءهم حتى يتأدبوا، لكن نحن نريد الستر. الله يهدينا ويهديهم. السلام عليكم.